السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جارتي السورية قالت لي ارمي الملح في الزيت المغلي وانت هتنبهر من النتيجة. يلا بينا نعمل التجربة دي مع بعض، وهقول لكم فايدة التجربة دي ايه، وهقول لكم رأيي فيها بكل صراحة، واذا كانت فعلا تستحق التجربة ولا لا. عندي طاسة على البوتاجاز، هنزل فيها بربع كوباية من المية، وهسيب الطاسة لحد ما تتشرب المية دي تماما. فايدة الخطوة دي ان لو في ريحة صابون، لو في ريحة طعام في الطاسة، هنتخلص منها تماما. هسيبها كده على النار لحد ما تغلي وتتشرب المية تماما. شايفين خلاص المية كده بدأت تغلي. هسيبها لحد المية دي ما تتشرب خالص. واتمنى منك لو اول مرة بتشوفي قناتي ياريت تشوفي فيديوهاتي وتقيميها، ولو شايفاني بقدم محتوى هادف واستحق اللايك ياريت تعملي لايك واشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس عشان يوصلك مني كل جديد. خلاص كده المية بدأت تقل اهي. هسيبها لحد المية ما تتشرب تماما، وبعد كده نشوف هنعمل ايه. شايفين المية بدأت تقل، هنسيب لحد المية ما تقل خالص، مش هنمسحها او نتخلص منها، هنسيبها لحد الصينية او الطاسة ما تتشربها نهائي. لازم تعملي الخطوة دي اساسية عشان ما يبقاش فيه ريحة صابون او ريحة طعام ويتأثر على الوصفة معاكي. وخلاص كده الطاسة اتشربت المية تماما، شايفين المية نشفت خالص. دلوقتي هننزل بحوالي كده ربع كوباية من زيت الزيتون، وزيت الزيتون ده كنت قلت لكم قبل كده ان انا بشتريه من واحد موثوق منه. هسيب الزيت كده لحد ما يسخن كويس جدا، وبعد كده هننزل بكيس ملح كامل، ملح الطعام العادي جدا اللي احنا بنستخدمه. هننزل بكيس ملح. هنسيب الملح لحد ما يتشرب الزيت ده ويسخن حوالي كده دقيقتين 3 مش اكتر من كده. هتبص هتلاقي الملح شرب الزيت تماما. الوصفة دي يا بنات وصفة رهيبة وجميلة جدا، فعلا تستحق التجربة. اتمنى ان انت تجربيها وان شاء الله تنال اعجابكم. خلاص كده هطفي البوتاجاز دلوقتي، وهسيب الخليط لحد ما يهدى. عايزاه كده يبقى دافي بحيث ايدك تستحمله، مش عايزاه يبرد قوي. وبعد كده نرجع نشوف هنستخدمه ازاي. وخلاص كده بعد ما الخليط بقى دافي وايدي تقدر تستحمله، هنجيب كمامه او شاش اللي موجود عندك استخدميه. طبعا هنجيب كمامه نظيفه ما يكونش حد استخدمها قبل كده، وهنقصها من فوق بالطريقه دي. بصراحه الكمامه عندي افضل بكتير من الشاش، استخدمي الكمامه افضل. هنفتحها بالشكل ده وهنحط خليط الملح بالزيت فيها. هنعبي خليط الملح كله في الكمامه بالشكل ده. الوصفه دي يا بنات رهيبه وجميله جدا في علاج العظام. لو في اي حاجه في عظمك بتتعبك الوصفه دي جميله جدا. لو في فقرات بين الرقبه دي دايما بتوجعنا كلنا، بتحطيها عليها بتمتص كل الرطوبه والالم اللي فيها. عايزه اقول لك تحفه. ان شاء الله تجربي الوصفه دي وهتعجبك جدا. لو عندك الكوع بتاع ايدك بيتعبك هتحطي برضو الكمامه عليه. عايزه اقول لك ساعه زمن الالم كله هيختفي. انا بستخدمها بعد كفه ايدي كده، المفصل بتاع ايدي بيوجعني جدا بحطها عليه. عايزه اقول لك ساعه زمن او ساعه ونص كده بتريحني جدا وبتمتص كل التعب اللي في الايد. وصفه سهله بسيطه جدا ومكلفتناش كتير، الملح في البيت والزيت في البيت. والوصفه دي معروفه من ايام اجدادنا، كلنا عارفين الملح والزيت لعلاج العظام. وصفه ان شاء الله اتمنى تجربيها وهتعجبك جدا. واتمنى لو الفيديو عجبك لايك كتير واشتراك في القناه وتفعيل الجرس عشان يوصلك مني كل جديد. واتمنى فعلا تجربي الوصفه دي لانها فعلا سحر، وصفه فعلا تستحق التجربه. واشوفك في فيديو جديد وباي.